فيديوهات عريانة وخناقة مع ملاكم ومشاكل مع الأصدقاء. 5 أزمات في مسيرة آرون بوبيلزا مهاجم الزمالك الجديد. في البداية صلوا على النبي، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك في القناة. نادي الزمالك أعلن امبارح عن وصول البطاقة الدولية للاعب بوبيلزا استعدادا لوصوله للقاهرة وإعلان الصفقة بعد الكشف الطبي، لكن مسيرة اللاعب مليانة بمساوئ كتيرة جدا هنعرضها لكم في الفيديو ده. أول حاجة تسريب فيديوهات جنسية وصور عريانة للاعب في الجابون سنة 2023، ودي حاجة كانت هتدخله السجن وفقا لقانون بلد. التسريب تم الحصول عليه من تليفونه المحمول بعد سرقته من جماعة في الجابون. تاني حاجة مشاجرة عنيفة بينه وبين ملاكم محترف، واللي حصلت في إبريل الماضي، وبسببها تعرض لكسر في فك الوجه وغاب فترة طويلة عن المباريات مع فريقه الأمريكي. تالت حاجة هي انتقاد زملائه على السوشيال ميديا، ظاهرة كان بيعملها اللاعب من خلال منصة انستجرام، وكان بينتقد زملائه ومدربه بشكل غير لائق لما بيكون عاوز يوجه ليهم سباب أو شتائم أو انتقادات، وده اللي خلى إدارة النادي تستعجل في فسخ التعاقد معاه. رابع حاجة طرده من منتخب الجابون. اللاعب تم طرده من منتخب الجابون بسبب تأخيره عن التمرينات والغيابات الكتير عن المباريات، وده اللي أدى إلى خروج قرار باستبعاده بشكل نهائي عن حضور مباريات المنتخب. خامس حاجة وأخيرا هي مخالفة تعليمات مدربه في الشباب السعودي خلال مباراة القمة ضد اتحاد جدة، واللي أصر فيها على تسديد ركلة جزاء كانت حاسمة في اللقاء، ولكنه ضيعها بطريقة غريبة، واللي أدى ساعتها إلى أن المدرب يشيله بشكل نهائي من حساباته بعد إصرار إدارة النادي على فسخ التعاقد معاه. السؤال المهم هنا، مين اللي بيكون مسؤول عن التعاقدات ومين اللي بيحدد نوعية اللعيبة اللي هتيجي نادي زي نادي الزمالك؟ شاركونا بتعليقاتكم وآرائكم، وبشكركم جدا على طيب المتابعة، ولو في أي تعليقات يا ريت تسيبوها لنا في الكومنتات. شكرا لكم.